إن شاء الله بتشوفوا أول كبسة يسويها أسامة الشريف في حياته كلها. وكرما منك أي شيء تشوفه الآن امدح، ترى الكلام الطيب والدعم المعنوي تراه بيأثر في مسيرتي بالطبخ. هذه يا قلبي بهارات الكبسة: كركم وكمون وكزبرة وفلفل أسود وبهارات مشكلة وملح. بسم الله ونبدأ أول كبسة وأول طبخة لأسامة الشريف. بسم الله. هذا الزيت وحطينا. الخطوة الثانية حطينا البصل. الظاهر إن حطيت البصل شوية بدري بس لأنه ما قد الزيت ما ولع يعني باقي. قلب البصل ولين يتحمر. والآن يا قلبي تجيب الطماطم المعصورة وبسم الله البهارات وقلب قلب. الآن يا حبيبي نحط الدجاج. بسم الله الرحمن الرحيم. الظاهر انها تحتاج الى شويه مويه زياده. بسم الله بسم الله بسم الله. الآن يا حبيبي تحط الرز. بسم الله. بسم الله يا رب يا رب. واخلطهم اخلطهم. الآن أجمل لحظة ليش بتسمع طول؟ اللي أنا أعرفه يطول مرة. والله ليش حد باقي الطعم. يا سلام يا سلام يا سلام. والله يا شباب صراحة ما حسبت. بالله ايش رايكم يا شباب؟ ان شاء الله عجبكم يعني. ناقص شوية ملح. ناقص ملح. يا متعب لا تفتن. انا معاك. ناقص ملح. متعب متذوق. شوية ملح بس يعني حلو ما هو شيء. كيف والله يا عيال اقول لكم حاجة يمكن انتم ما تعرفوها وربي استغفر الله انه احلى اكل ذقته في الاستراحه وغير الاستراحه. احلى كبسه يا شيخ. صح والله هنا والله كبسه قويه يا عيال بشكل الزياده في الرزق، او ما اقول الزياده في الرزق، اذا تبغى الفتوحات الالهيه في الدنيا كل شيء يتذلل ويتيسر عشانك. التزم بشكر الله بس. الله عز وجل ذكر في القرآن: لئن شكرتم لأزيدنكم. هذا وعد من الله. والله سبحانه وتعالى ذكر في القرآن: وعد الله حقا ومن أصدق من الله قيلا. والله يا أسامة الدنيا ضاغطتني ضغط، ديون، مشاكل، مرض، حالتي حالة. دور فين النعمة اللي الله عز وجل أعطاك هي واشكر الله عليها. لئن شكرتم لأزيدنكم. والله يمكن ربي يبدل حالك من حال إلى حال بسبب الشكر. ما هو يمكن إلا أكيد إن شاء الله. وعد الله حقا ومن أصدق من الله قيل. from أديس أبابا ما شاء الله يجزي طويل مي شورت. الحمد لله. يو ما شاء الله تبارك الله. نعم والله الحمد لله. والله يا اخوان ما شاء الله تبارك الله. ما شاء الله. الله يبارك فيك. آمين. ان شاء الله جو تو أديس أبابا. الحمد لله على كل حال. هذا نصيبي اليوم. اللهم لك الحمد. الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله. اللهم لك الحمد. اللهم لك الحمد. الحمد لله. اللهم آجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها. الحمد لله على ما قضى وقدر. الحمد لله الذي أعطى والحمد لله الذي أخذ. اللهم لك الحمد لله على ما أعطى والحمد لله على ما أخذ. الحمد لله الحمد لله. اللهم آجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها. الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله أنها جاءت على كذا ما جاءت في البشر. الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله. ما شاء الله. هلا يا غازي. هلا يا غازي. كيف حالك؟ كويس؟ بخير بخير. شلونك؟ طيبة؟ الحمد لله يا غازي. هاي يا غازي شوف سفرة كيف كويس. يلا ما شاء الله. عندي في الجوا جيبي السما اقسم في غرفة حقي انا. شوف لحظة، أنا غدا أنا أحسن من غدا ماما وأنت. اقسم حق ماما هنا. دي بيها شوفي دي بيها هذا كيف دي بيها. يعني أنتم ذبحتوا ذبيحة وأنا ما ذبحت ذبيحة. عندي في السما حبق ريحة مرة. شوفي هذا كيف كويس. شوفي ما شاء الله. شوفي كيف هذا جريش صح؟ جريش ما شاء الله. أنت
دوية خلاص. شوف طيب ليش؟ هذا شوف عندنا في كده، انا اسوي كده ها. شوف هذا في دجاج. ما شاء الله ما شاء الله. اذا تشيكن سوبر مرة حبل، اسهمة ريحة دبيا مرة كويس. ما شاء الله تبارك الرحمن. ها نادي بابا. نادي بابا؟ إيه؟ يلا نادي قبل لا يبرد اللحم. يا بابا يا بابا سلطان يلا بابا. قولي حياكم الله. قولي حياكم الله يلا بسرعة. قولي ارحبوا اقلطوا. يا بابا قولي ارحبوا. ارحبوا. راجي ما عاد يصلح يا غازي. سيتي الحين عند غازي امس 100 غدا. انت غدا الحين هذا ما في كويس. يعني سلطان مش فيكوش والله كويس. كلم كده سلطان. والله ما في سوي قاعدة لا تفوت الله يا شيء. خلاص انت ما يبغى يسوي شيء. خبز بلده وكل شيء ما يبغى. سيتي الحين موجود. عندي. سيتي يسوي كل شيء يا راجل. خلاص روحي عندي بيت عزة. انت قديم يا راجل. انت قديم. غازي اثنين شغاله الحين اكل حلو مرتب ما في خبز بدو. هذا زيت هذا فول هذا ما في. خلاص قاعدة شغلت هي ما في مشكلة. قاعدة يجي انا صوت. الحين يسوي فطور كليتي ماما. عندي روحي فاطمة. روحي فاطمة. هذا انقلب يا احمد. اتقلب. لا اله الا الله. لا اله الا الله. يا رب يا ربي لك الحمد. يا ربي لك الحمد. لا اله الا الله. لا اله الا الله. ان شاء الله سلم. لا سليم الحمد لله. الحديد يتعود. يا الله يا الله. هذه انطبقت كاملة. هذه شوف سبحان الله. القلبة جت من هنا يا أحمد صح؟ الضربة هنا. يا الله يا ربي لك الحمد. الحمد لله انه سلم. الله شوفوا من هنا كيف اوضح. والله لما تشوف زي كذا فعلا تتذكر لطف الله. شوف ما انطبقت الا من عند السواق. بس يا ربي لك الحمد انه خرج سليم. فعلا تقول لطف الله. ايش تقدر تصلح في سيارتك؟ تعالوا اذا سيارتك كانت تفتف تراها من هذه البواجي. هنا في صدى المراكب يغيروا لك اياها بريال. اذا جيت ونظفت البخاخات بالتنظيف الالكتروني البخاخ الواحد ينظفوا لك اياها ب 23 ريال. اذا كنت تسمع صوت قربع عندك في السياره تراها من هذه مسامير التوازن تغيرها في صدى المراكب ب7 ريال ثنتين. اذا كانت سيارتك ترج لما تضغط فرامل تراها من هذه الاقمشه. في صدى المراكب غيروا لك الاربع الاقمشه ب 49 ريال. اذا غيرتها الاربعه يغيروا لك البواجي بريال. اذا كان عندك اكسنت او يارس او اي سياره صغيره تراك بتغير المساعد او العكس ب 29 ريال. اذا غيرت الاربع مساعدات بعدها اي قطعه بتغيرها بريال. واذا كانت سيارتك كامري او سوناتا او نفس الفئه تغيير المساعد او العكس ب 39 ريال. واذا غيرت الاربع الخامس بريال. اذا المكيف عندك ما يجملك تعال غير ثلاجه فريون كل شيء بيزبطوا لك اياه في صدى المراكب وبرخصة ترى. المركز يستقبل اكثر من 20 سياره في الساعه الواحده. والمركز بإشراف شباب سعودي وعمالة مدربة. اكتب صدى المراكب في جوجل ويجيبك ويا حظك في صدى المراكب ويا حظهم فيك.